وصلنا جريس من قلب محافظة المنوفية، في قرية يمكن تكون واحدة من أقدم القرى في صناعة الفخار، قرية جريس. تخيل قرية كاملة شغالة على الفخار. اشهر بلد على مستوى الجمهوريه في الفخار جريس. بس قبل ما ندخل القرية خليني أعرفكم على جريس علشان في ناس كتير ما يعرفوهاش. جريس يا بلد العمار، فيك مصنع الفخار، فيك الجلة والزير وبيوت لحمام بيطير. هي قرية ريفية موجودة في مركز أشمون المنوفية، وأول ما تدخل القرية تحس إنك دخلت عالم تاني من البيوت اللي مبنية من الطينة والناس اللي كلها شغالة في الفخار، ودي الصناعة اللي مخلية اسم جريس يعيش لحد النهاردة. والموضوع كله بيبدأ من أول ما بيجيبوا الطينة تشتغل من الأراضي الزراعية وبعد كده بيتعجن لحد ما يكون جاهز للتشكيل، وبيبدأ الصنايعي يلف العجلة علشان يشكل القطع بإيديه، وكل حاجة ليها مراحل. مثلا القلة المرحلة الأولى في القلة، تاني مرحلة بعمل الرقبة دي، وبتتساب تنشف في الشمس، وبعد كده بتدخل الفرن اللي برضه مصنوع من الطينة، والناس هنا واخدين الصنعة بالوراثة. بالك قد ايه شغال في الشغلانة دي؟ أنا واخدها بالوراثة. أبا عن جدا في مكاني كده. وانا مصطفى حسن، ودي كانت تجربتي في قرية جريس.